السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. يوم جديد وفيديو جديد. ايه رأيكم بقى في الفطار العسل ده؟ تعالوا بقى كده افطروا معايا عشان خاطر نبدأ اليوم بتاعنا بأحلى فطار. ومش هقولكوا اخف فطار يعني، عشان انتوا عارفين طبعا فول وطعمية وجبن رومي وبطاطس وجبنة وجرجير وبتنجان. هنفطر بقى ونشوف بقى اليوم بتاعنا هيكون ماشي ازاي. تعالوا بقى كده نحط دور غسيل عشان اجرب معاكم ده. المفروض ان ده بيتحط مع الغسيل عشان الالوان ما تخشش في بعضها. انا جربته قبل كده، فتحته. بصوا ده منديل، يعتبر ايه، منديل كده بيتحط في الغسيل، بياخد كل اللون الزياده. فايه، تعالوا نحط الغسيل ونجرب، عشان بس الناس اللي ايه اللي سالت عليه. انا ما كنتش اعرف عنه حاجه بصراحه، ولما جبته وشغلته ويعني جربته في الغساله كان حلو قوي. فطبعا انا حاطه دور الوان بقى ايه كتير، يعني حتى بقى كحلي على زيتي على الجنس على معرفش ايه الوان. ولبس المدرسه اهو لبني، يعني المفروض ان ده لون فاتح قوي اهو. وده لون المدرسه، لبس المدرسه التاني. حتى بقى ايه الالوان كلها. الغساله بتاعتي يا جماعه بتاخد 8 كيلو، حتى اللون اللي هو بتاع الطرح الفاتح وتيشيرت ازرق. تبقى الغسيل كله وبنطلون زيتي اهو ورمادي، ودي العبايه دي. بصوا انا خليت بنطلون جينز بس وايه، وحطيت الباقيين. ودي المفروض ان مكتوب ان انا بفردها فوق الغسيل. نشغل بقى الغسالة، نغسل دور غسيل عادي جدا، نحط المسحوق بتاعنا، ولو هنحط كلوروكس الوان الكلام ده كله. بعد كده بقى ايه، نبقى نرجع لما تخلص دورة الغسيل بتاعتها. هنقول بسم الله. طبعا حطيت هنا معلقتين سمنه. هعمل شويه ايه بسله، وهعمل ليا كوسه ني في ني. انا ما كترتش السمنه عشان مش حابه بصراحه ان انا اكترها. واللحمه انا حطيتها هنا في البريست بتستوي براحتها. هقول لكم انا بعمل ازاي كوسه ني في ني، لان الكوسه دي ليا انا، لكن للبنات هعمل لهم بسله. لقيت عندي كيس بسله كده صغير، وعندي كام كوسايه كده في التلاجة. نديها النار، هعلي النار شويه واسيبها بقى لحد ايه ما تتحمر. بصوا يا حبايبي، انا كده هعمل الكوسه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلتها وقطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قطعوها زي ما انتوا عايزين، هل انتوا قطعوها اكبر من كده مش مشكله، اصغر من كده برده مش مشكله. حطيها بقى هنا في الحله دي. انا هعملها ني في ني، يعني مش هسبك لها خالص، مش هحط عليها صلصه متسبكه ولا الكلام ده كله. ني في ني عشان خاطر تبقى خفيفه على المعده، وكمان طعمها بيكون حلو اهو. دول اقل من النص كيلو تقريبا، يعني ما بين الربع والنص. بصلايه كده متقطعه، ممكن تقطعوها كبير، يعني تقطعوها 4 مثلا، بصلايه صغيره تقطعوها 4. انا بالنسبه لي كده حلوه، كله هيستوي في قلب بعضه. هعمل بقى الطماطم كده في الخلاط، او معلقتين صلصه، ونرجع على طول. احط معلقه صلصه، هي معلقه واحده عشان خاطر احط طماطم. نحط شويه عصير طماطم ونولع عليها، وممكن بقى نحط زيت او سمنه براحتكم. نحط شويه زيت زيتون بس كده. بقى شويه زيت زيتون وشويه بقى ملح وفلفل اسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح عشان ميبقاش حادق، وشويه فلفل اسمر اهو بس كفايه. شويه زيت زيتون بقى، عايزين تحطوا مثلا معلقه سمنه، زيت عادي مفيش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نولع بقى ايه عليها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا انا مش حابه ان انا احمرها اكتر من كده. احط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وادي معلقتين صلصه. تسبك بقى وننزل بالبسله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس البسله اهو. بصوا انا لسه بقى ما حطيتش ولا اي حاجه، ممكن نحط شويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه فلفل اسمر. عايزين نمسك المطبخ ده نديله غسله بنت لذينه. تمام. وعشان خاطر الصلصه نحط شويه سكر. نحط سكر في قبضه اليد كده بس. عايزين بقى تحطوا واحدة مرقة حطوا. نزود شوربة او مية، بس لسه اللحمة ما خلصتش. ممكن نحط شوية مية. مكعب مرقة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نخليها بقى تكمل سواها. لو عايزة شوربة تانية تكون اللحمة ايه خلصت. تعالوا بقى نشوف كده الكوسة. على فكره يا جماعه الكوسه انا اول مره اكلها ني في ني، يعني عشان بس محدش يقول لي هي طعمها ايه، حلوه ولا مش حلوه ولا بتتعمل مش كده. انا عامه انا حطيت كله على بعضه وولعت عليه. يعني انا ما كلتهاش قبل كده ني في ني، او ممكن اكون كلتها لما كانت ماما بتعملها. يعني ممكن تكون مثلا ماما عملتها قبل كده، لان ماما دايما بتعمل اكلها ني في ني وانا كلتها معاها يعني، بس مش فاكره بقى انهي مره. تعالوا نشوف الكوسه وايه ونرجع لما الاكل يستوي. بسم الله. ادي الكوسه والله كده احلى، كده اخف. انا ما بحبش احط الغطا على البوتاجاز بس مش مشكله. هبقى احط لها شويه نعناع ناشف دلوقتي. استنوا كده. احلى حاجه في الكوسه هي فركه النعناع الناشف دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتخليه بصوا في حته تانية كده. نجيبه بقى ونسيبه بيستوي بقى كده مع نفسه. انا ما بحطش كتير. هتقول نعناع على الكوسه، على فكره النعناع في الكوسه بيبقى طعمها حلو جدا. هي عامه مش هتاخد وقت على النار، وانا هصبر كده على اللحمه 5 دقايق بالظبط وهطفي عليها. خلاص كده خلصت الغدا. اتفضلوا بقى معايا. وعملت الرز، طبعا رز ابو شعريه عملته معاكم قبل كده كذا مره. وعملت شويه بتنجان مخلل. هنتغدى بقى عشان لسه ورايا شويه حاجات في البيت كتير. دخلت بقى على البلكونه عشان خاطر المفروض لازم تتنضف قبل ما انشر فيها اي حاجه. هنفضي بقى ميه التكييف. وبصوا يعني الجو حلو قوي. طبعا الصوت اللي شغال ده افتتاح في محل بتاع خضار فتح تحت. بصوا ما شاء الله. فطبعا عامل افتتاح ومشغل بقى ايه قرآن وكده. هنضف بقى البلكونه بسرعه. وعلى فكره يا جماعه انا لما باجي انضف البلكونه مش بنزل اي حاجه على الناس اللي تحت. يعني الحبال طبعا بتتمسح بحاجه بسيطه والسور بيتنفض لجوه والكلام ده. خلاص كده ننضف بقى البلكونه بسرعه.
خلصت. تعالوا بقى كده ايه نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا المفروض ان انا هلاقي اسمها ايه دي بتاع اللي احنا حطيناها فين. واحد فين واحد فين. واحد فين. عامله زي اللي بتدور على ابره في كوم قش. لا كده مش هينفع والله، كده مش هينفع. معقول ضاعت زي ما الشرابات بتضيع اهي. بصوا دي الالوان اللي بقت فيها. طبعا الالوان دي ممكن تكون من ده، ممكن تكون مثلا من بنطلون الجينز. بس بصوا التيشيرتات اهي زي ما هي، لونها اهو زي ما هو، ودول زي ما هم. وممكن تكون من التيشيرت الازرق نفسه. بصوا ده كان رمادي زي ما هو رمادي برضو اهو. طبعا ده اللي كنت خايفه عليه يبوظ خالص، لونه فاتح. خلاص بقى نروح بقى ننشر. بس خلاص دي كده كفايه عليها. هنروح بقى ننشر عشان خاطر ايه نرجع بقى نكمل. نشرت الهدوم، هخش البس بقى عشان خاطر ماما عايزاني اروح لها الشقه التانيه. انا بقى لبست دلوقتي والمفروض ان انا رايحه لماما الشقه التانيه، بس مستنيه ندى بقى لما تلبس وتجهز نفسها عشان خاطر ايه هتمشي من هنا على عمتها، يعني تكون اختها خلصت الدرس. فما لحقتش اخلص اللي ورايا هنا. طبعا ماما راحت الشقه الصبح بس قالت لي تعالي لي عشان خاطر رجليها بدات توجعها تاني تقريبا كده من الوقفه، وان هي بطلت تاخد علاجها وحاجات كتير قوي. فهروح بقى كده اشوفها عايزه ايه، اخد لها العلاج بتاعها وانا ماشيه، واكمل اليوم بقى عندها. وبكره بقى ان شاء الله بقى اخلص اللي ورايا هنا في الشقه تاني. يلا الحمد لله. خلاص يا ندى لسه شويه. اقول لكم بقى ايه، يلا بينا على الشقه هناك عند ماما ونشوف هنكمل اليوم بتاعنا ازاي ان شاء الله.